يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، فهناك أبطال يستحقون فعلا إن هم يتكتب اسمهم في تاريخ وفي الأساطير. النهارده المباراة الأهلي والسندي تحمل رقم واحد في كل حاجة، تحمل المرة الأولى لكل لعيب. عدد كبير جدا من اللعيبة حققوا أرقام قياسية وأرقام جديدة عليهم، وأول مرة في حياتهم يحققوا الأرقام ديت، وهيحققوا مع مين غير مع نادي الأهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شباب، عاملين ايه؟ ازيكم؟ اللي لسه ما عملش لايك ولا سبسكرايب عندك اللايك والسبسكرايب، واعمل لي كومنت واعمل لي شير، فجر لي الحلقه يا معلم عشان نبدا حلقه جديده جدا المره الجايه، وعشان تدوني طاقه للي جاي بعد كده. ويلا بينا نبدا حلقتنا، يلا بينا نبدا حلقتنا مع بعض. مباراه الاهلي والسنديب النهارده اتفرجنا عليها، مباراه فرص ضائعه بالهبل بالهبل بالهبل. زي ما قلنا برضو الماتش اللي فات، اللعيبه بتضيع وبتستهتر من 10 او 12 هجمه، الاهلي بيجيب 4 اهداف فقط، والاربع اهداف دول يمثلوا ارقام قياسيه للعيبه الاربعه اللي جابوا اهداف، بما فيهم الاسطوره وليد سليمان. اول هدف معانا النهارده كان هدف لطاهر محمد طاهر، اول هدف لطاهر محمد طاهر في البطوله الافريقيه ومع نادي الاهلي بالخصوص. الجون الثاني للحاوي وليد سليمان، والهدف ده رقم 20 لوليد سليمان في تاريخه مع نادي الاهلي افريقيا، والهدف ده رقم 21 لوليد سليمان من خلال اهدافه في البطوله الافريقيه كمجمل، لان هو سجل هدف قبل كده مع نادي بتروجيت. طبعا كابتن وليد سليمان اللي بنتفرج عليه النهارده هو لابس شرط الكابتنه منوره يا كابتن على كتفك، ويا امان عليك يا ليل طول وهات العمر من الاول. والله 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 هنفتقدك يا وليد. اتفرجنا النهارده على لعيب جامد جدا، اوفر ايه ثرو ايه، هدف ايه عالمي، اقسم بالله انت لعيب عالمي مش هتتعوض، والله ما هتتعوض. الهدف الثالث والجميل جدا لبدر بنون، واول هدف لبدر بنون مع نادي الاهلي السنه دي. سلطان الدفاع هادي جدا راسي جدا، لعيب ما خدش وقت في الانسجام، لعيب ما شاء الله كل مباراه بيزيد عن المباراه اللي قبل منها. بدر بنون سلطان الدفاع في نادي الاهلي، عماد النحاس الجديد لنادي الاهلي. يا رب يبعدك عن الاصابه. نتفرج عليك الماتش الجاي، لان موسيماني طلعه في الدقيقه 70 علشان يخليه يريح للمباراه القادمه، مباراه سيراميكا كليوباترا، والمباراه ليست بالسهله. نزل سعد سمير طبعا، واتفرجنا على سعد سمير، وان شاء الله كابتن سعد سمير يرجع تاني فورمه زي ما كان، وعشان يكون معانا كذا بديل كده معانا في الملعب. طبعا نادي الاتحاد كان بيطلب النهارده من كابتن الخطيب ان هو ياخد مروان محسن وسعد سمير، بس لسه في لخبطه ولسه في كلام ولسه في حكايات كتير جدا في موضوع عمار حمدي، هنقولها لما نيجي وقتها في الوقت المناسب. الهدف الرابع معانا هدف محمود كهربا المشاغب، محمود كهربا اللي اول كوره ليه في الماتش بيلعبها بكعبه. يا كابتن محمود جيب جول، ابوس ايدك، بلاش كده بلاش كده. الجماهير بتاعت الاهلي غير اي جماهير خلقها ربنا. كابتن محمود كهربا بيجيب الهدف الاول ليه في افريقيا في مسيرته الكرويه. هتقول لي جاب اهداف قبل كده، هقول لك جاب اهداف قبل كده في افريقيا بس مع نادي الزمالك في الكونفدراليه فقط، ما جابش ولا هدف ليه في افريقيا تماما في دوري الابطال. خصوصا كابتن محمود كهربا بيهز الشباك للاول مره الاولى له في تاريخه، وللمره الخامسه على التوالي في مباريات نادي الاهلي السنه دي. مبروك يا كابتن محمود، مبروك يا كابتن بيتسو موسيماني، يلي بتطلع تصريحات كده بتخلينا ان احنا ما نقدرش نتكلم ولا نحكي في اي حاجه. كابتن بيتسو موسيماني بيطلع النهارده ويقول الاداء جيد جدا، وفي لعيبه انا مبسوط بمشاركتهم، وكاس العالم للانديه مش بالسهل، ولازم نبقوا واقعيين يا جماعه، صعب جدا نكسبه ولكن ليس بالمستحيل. بيتسو موسيماني زي ما قلنا عليه قبل كده هو دكتور بينكو، استاذ ورئيس قسم. طبعا بعد نجاح حمله خد لباسي ومضي ساسي، النهارده كابتن ساسي في اخبار كده جايه وبتقول ان هو هيمضي لنادي الزمالك وهيكمل معاهم السنه. بنقول برضو في الاخبار ان هو مشي راح دبي هو وبن شرقي، والاخبار دي متداوله من صفحات نادي الزمالك ومن الجرايد الرسميه، مش بنجيبوا كلام من الهوا. طبعا نادي الدحيل القطري بيتعاقد مع اللعيب علي اللي يعني بيدعم بصفوفه عشان يلعب في كاس العالم للانديه، وعلشان نادي الدحيل يظهر بمظهر لائق بقطر، لان هو يعني يعتبر النادي المضيف وعايز يعمل حاجه وعايز يفرجنا على كوره قطر الحقيقيه. نرجع لمبارياتنا، مباراه نادي الاهلي امبارح، والمباراه اللي احنا كلنا اتفرجنا عليها وكنا مشدودين اعصابنا جدا.
يعني حفله اهداف المفروض تتعمل. محمد شريف بيضيع جولين 3 4 5. ليه يا كابتن محمد شريف؟ لازم ترجع فورمه، لازم تشيل من عنك العبء شويه. زعلان ان صلاح محسن ما نزلش. صلاح محسن كان لازم ينزل مكان محمد شريف. واذا كنت بنقول ان احمد ياسر ريان وبنقولها قدامكم قدامكم قدامكم، انا مش بنهاجم حد، بس احمد ياسر ريان هيفشل مع نادي الاهلي. صريحه، احمد ياسر ريان هيفشل مع نادي الاهلي. طبعا البطوله الافريقيه، والنهارده بنقابل صدمه جامده جدا من نادي الرجاء. نادي الرجاء بيطلع من بطل السنغال. نادي الرجاء كان بيلعب في ملعب، يعني ملعب كرة مائية، والله العظيم ملعب كرة مائية. انا مش عارف بيفوقوا على الحاجات دي ازاي، او هم لعبوا على الملعب ده ازاي، وفي اول مباراة ليهم في افريقيا وغياب بدر بنوا عنهم بيتكسر بيتغلب. تتعود ان شاء الله يا الراجا، والسنة الجاية نشوفك ان شاء الله في دوري الابطال، ونشوفك احسن من كده باذن الله رب العالمين. طبعا نادي اول اغسطس برضو طلع في السنة دي، يعني هنتفرج على مباريات جامدة جدا في دوري الأبطال زي ما بنتفرج على مباريات جامدة جدا في الدوري المصري. بالمناسبة بنبارك لنادي بيراميدز الفوز الصعب جدا على نادي الاتحاد الليبي، والفوز اللي هو يعتبر تاريخي في حد ذاته. نادي بيراميدز كان متأخر 1-0، ولكن في الشوط الأول قدر ينهي المباراة بنتيجة 3-1. يعني نتيجة كويسة جدا لنادي قليل الخبرات شوية في البطولات الأفريقية. وكده النادي الأهلي بيتأهل للمرة 18 في تاريخه. القرعة هتتم يوم الجمعة إن شاء الله. وطبعا في ناس بيقولوا إن المفروض النادي الأهلي، يعني بيتمنوا، مش المفروض، بيتمنوا ان النادي الاهلي والزمالك يكونوا مع بعض في مجموعه واحده عشان ندغدغوهم كالعاده. ولكن هي ميزه حلوه جدا. انا اتمنى النادي الاهلي يكون مع نادي الزمالك لسبب واحد، لان لو صعد الاول والثاني اهلي وزمالك هنبعدوا عن بعض وهنوصلوا النهائيات مع بعض زي ما اتعودنا طبعا قبل كده، ان احنا لما بنكون مع بعض بيكون احسن لنا، يعني احسن من كل واحد في فرقه. يعني ممكن مثلا الاهلي يطلع اول فرقه والزمالك يطلع ثاني فرقه، نقابلوا بعض نخسروا واحد. زي ما قلنا السنه اللي فاتت ديت كانت سنه جميله جدا، وانا طلعت اتكلمت وقلت الحمد لله رب العالمين ان خلاص البطوله في مصر عامه، اهلي زمالك البطوله بقت في مصر. ولو اني كنت بتحب نادي الاهلي وكنت نحب ان هي تكون في نادي الاهلي، وفعلا ربنا وفقنا الحمد لله ونادي الاهلي اخدها، ونادي الاهلي برضو ما خلناش يخيب ظننا فيه واخدنا البطوله. برضو نتمنى السنه دي يكون اهلي وزمالك، ولو اي فريق اخدها المهم تكون في مصر، وان شاء الله تبقى ال10 لنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. هتزعل مني يا جماعه، دي انتماءات. انا بحب نادي الاهلي، انا بحب نادي الاهلي، يعني الانتماءات كلها النادي الاهلي. طبعا موسيماني يعني انا حاسس ان هو بيخطط كده لحاجه معينه. كلام الدول في الفتره اللي فاتت، وكابتن عمرو ورده طلع طبعا واتكلم كده وادانا جمله من تحت الترابيزه كده، وقال ان هو لو مكان رمضان صبحي عمره ما يبيع نادي الاهلي بملايين الدنيا، وان كابتن عمرو ورده بيحب نادي الاهلي جدا وعاشق للنادي الاهلي، ولو هيلعب في فريق لمصر مش هيكون غير نادي الاهلي. طبعا يا كابتن عمرو انت محب وعلى دماغنا من فوق، بس انت ليك دقات نقص كده مش حلوه، انت خلبوس كبير مش هيوافقوا بيك. وطبعا كابتن الخطيب بيفاجئنا النهارده وبيقول ان هو يعني من الصعب جدا التعاقد مع عمرو ورده، لان عمرو ورده سلوكياته بره الملعب وحشه جدا. طبعا انا معانا تجربه مع صالح جمعه، وصالح جمعه يمكن اهدى منك، انت مصيبه، انت مصيبه. يعني عمرو ورده يعني كارثه سودة في الحاجات ديت. يعني صالح جمعه يمكن مثلا بيتلم شويه او الموضوع في الاستخبص شويه، لكن عمرو ورده ايه بيدي وش على طول ما بيهموش حاجه. فطبعا كابتن عمرو ورده صعب جدا يبقى في نادي الاهلي. طبعا في ناس بتتكلم ان المفاوضات لسه ساريه مع سيرينو، وان يعني بتتقدم، او ان هي يعني في ناس بتقول ان هي واقفه شويه متأجلة، بس يعني أنا متهيألي مش هيتأجل. يعني هو لو هيمضوا مع سيرينو هيمضوا معاه عشان كأس العالم للأندية فقط، لأن أنت عندك لعيب مصاب ولعيب معار في المركز رقم 10. في المركز رقم 10 ده أنت لعيب عندك مصاب وعندك لعيب إعارة. لو هتجيب سيرينو هتجيبه الفترة اللي جاية دي. لو سيرينو ما جاش الفترة اللي جاية دي يبقى سيرينو مش هيمضي مع نادي الأهلي وعلى مسؤوليته الشخصية. وطبعا من خلال مباراة النهارده بنبارك لكابتن وليد سليمان
ان هو لابس شارة كابتن النادي الاهلي. طليق بيك يا كابتن وليد، وانا كنت مبسوط جدا ان انت لبست شارة كابتنة النادي الاهلي، والاول مره في تاريخك بتلبس شارة الكابتنه. طليق بيك يا كابتن وليد. زي ما قلت لك قبل كده، كابتن وليد سليمان بيوصل للهدف رقم 20 في تاريخه. ياتي بعد مين بقى؟ بعد كابتن محمود الخطيب 37. يعني صعب جدا ان هو يكسر الرقم ديت. انا اسف يا كابتن وليد، بس صعب جدا ويكاد يكون مستحيل. مفيش حاجه بعيده عن ربنا، بس هو كرويا وفي الحسابات بعيد جدا. 37 هدف لكابتن محمود الخطيب، وبياتي بعد منه كابتن محمد ابو تريكه وكابتن عماد متعب، ثم ياتي وليد سليمان الاسطوره الرابعه للنادي الاهلي في افريقيا. طبعا بنقول له مبروك يا كابتن وليد، ويا رب في تقدم في تقدم في تقدم. وبنقول لك بقى يا كابتن ايمن اشرف، حرام 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 تلعب دفاع. انت بتلعب الاوفر مظبوط بالمقاس، هادي جدا، حريف جدا، بحبك قوي. بتاخد الكوره بتعرف انت بتعمل ايه، بترفع الاوفر على دماغ اللعيب بالظبط، بتعرف تسنتر. بالمناسبه يا جماعه، الضربات الحره في النادي الاهلي ما نقلقوش عليها، في جديد. كابتن وليد سليمان بنتفرج عليه بيدي شويه، ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن باذن الله. اللي جاي هيبقى احسن. كابتن وليد سليمان بيلعب الاوفرات جميله جدا، وهيلعب ضرباته الحره باذن الله باذن الله، وفي كاس العالم باذن الله. وبنتحداكم ان هو هيجيب جون في كاس العالم من ضربه حره باذن الله. وخليكم فاكرين التحدي ده كويس، لان انا كسبت كل التحديات اللي فاتت معاكم. طبعا النادي الاهلي بنقول برضو ان هو من اكثر الانديه في افريقيا الوصول الى مرحله المجموعات. يعني هو اكتر فريق في افريقيا وصل لدور المجموعات المره 18 في تاريخه. في نهايه حلقتنا النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي كانت معانا. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واديني كومنت يا معلم، وهرد عليك في الكومنتات زي ما عودتكم. واستنونا في حلقات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.